ثبت في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان شعره طويلا، فهل من السنة ترك الشعر الطويل؟ يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: لم يحلق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلا في نسك. لم يحلق النبي صلى الله عليه وسلم شعره إلا في نسك. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 3 مرات وحج مرة، يعني مجموع ما حلق النبي صلى الله عليه وسلم شعره 4 مرات. ويقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل ويمتشط ويجعل شعره ذوأبتين ويتزين ويتطيب ويقوم ويناجي ربه طويلا. إذا جاء الليل خلا كل واحد بحبيبه أو بخليله، وخليل النبي صلى الله عليه وسلم هو ربه سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ما تركوا شعورهم، الصحابة منهم من حلق ومنهم من ترك، الأمر سهل ليس عبادة. يعني لا يجوز لك أن تترك شعرك وتقول أنا يعني أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. لو كان الأمر كذلك لفعله الصحابة، والنبي يقول: من كان له شعر فليكرمه، يعني لو تعتني بشعرك لا ما في حرج. ولما كان يأتي أحدهم يدخل عليه وشعره ثائر كان يقول له كالشيطان، فكان ينكر عليه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمشي حافر الرأس، كان يطول شعره وكان يغطي رأسه بالعمامة. فبعض الناس اليوم بيطول شعره وما يغطي رأسه، هذا ليس تطبيقا لكل ما ورد في السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم حلق بنفسه شعر بعض الصحابة، وكان حاجا وكان القمل يتناثر منه. فالشاهد أن حلق الشعر مشروع، وأن تحلقه وأن تقصه جميعا مشروع. ولذا لازم قوله صلى الله عليه وسلم، لازم نهيه عن القزع، أنه يجوز الحلق. ما هو القزع؟ أن تترك الشعر في مكان وتحلق حواليه، هذا القزع. فلو قصصته جميعا لا حرج، حلقته جميعا لا حرج، تركته جميعا لا حرج. طب إنسان أرخى شعره، إذا كانت نيته في إرخاء شعره الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو مأجور على نيته، فهو مأجور على نيته. أما أن يجعل إرخاء الشعر سنة وأن نقول إرخاء الشعر سنة فلا، هذه تسمى عند العلماء سنة عادة وليس سنة عبادة. يعني لا يجوز لك تقول أنا أريد أن آكل سنة لأن النبي أكل، هذا الأكل سنة عبادة، سنة عادة مش سنة عبادة. أن تقول أنا أريد أن أنام لأن النبي كان ينام، هذه عادة وليست عبادة. لكن تقول أنا أنام بالطريقة التي نام عليها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه عبادة. أنا آكل بالطريقة التي أكل عليها النبي صلى الله عليه وسلم أو أكل بها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه سنة عبادة. أما تلك سنة عادة. ما يجوز تقول والله أنا أريد أنا أتنفس وأمشي وأذهب وآتي لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لا، هذه أشياء لا تنفك عن الإنسان، وهذه سنن عادة وليست سنن عبادة، والله تعالى أعلم.